والله يا صديقي هي حاجة غريبة بالفعل، يعني اللي بيحصل من كهربا ده غريب جوه في الملعب. كهربا النهارده بيسجل هدفين وبيضيع خمس ست أهداف. الماتش كان سهل جو بالنسبة للنادي الأهلي، ولكن كان فيه رعونة غريبة جو، مش بس من كهربا، من كل لاعبي الأهلي. ولكن أنا هتكلم عن كهربا في الأول، بس عن الفرصتين السهلين جو اللي ضيعهم. يعني دول لو اي ناشئ من الاهلي، ناشئ ايه ده، لو بنتي نازل في مكان كهربا كانت ممكن تسجل الهدفين دول. كهربا كان ممكن يطلع بالميت النهارده بسوبر هاتريك. كان ممكن النهارده كهربا يكون من الهدافين التاريخيين للنادي الاهلي في مباراه دوري ابطال افريقيا. انت بتتكلم في حاجه غريبه يا معلم. كهربا ضيع اهداف النهارده ما تضيعش حرفيا، ويمكن كمان الهدفين اللي جابهم كانوا كويسين وسهلين واي حد برضو ممكن يجيبهم. وده يخلينا نسال نفسنا سؤال: هو ايه اللي بيحصل مع كهربا بالظبط؟ يعني ده سوء توفيق عند كهربا، ولا كهربا مش مجتهد في التدريبات، ولا ايه حكايته بالظبط؟ الحاجه الاغرب من ده كله مستوى النادي الاهلي دفاعيا. النادي الاهلي اللي معروف كان في بطوله افريقيا السنه اللي فاتت، انه معروف عنه ان هو اقوى دفاع في البطوله، من الفرق اللي بتكون صعب ان هي يدخل فيها اهداف. ولكن النهارده انت في اول مباراه ليك في دوري ابطال افريقيا بيدخل فيك هدفين اقل ما يقال عنهم ان هم اكبر مثال للسذاجه في الملعب. انت كورتين سهلين جو بيدخلوا فيك في اهداف. يعني عارف الكره الاولانيه دي، انا عن نفسي كنت بتفرج على ماتش ما توقعتش 1% ان الكره دي ممكن تدخل هدف. خطأ في تمركز المدافعين، وخطأ من الشناوي في ان هو ما قدرش ان الكره ممكن تتسدد عليه بالشكل ده. كمان الهدف الثاني اللي دخل في النادي الاهلي، الكره بتتشات وبتتعمل ديفليكشن، والمهاجم بتاع اسكابتجان بيلعبها بيصلحها بيدخلها في المرمى بكعب رجليه، وسط دهشه وذهول من كل لاعبي النادي الاهلي، وكلهم واقفين بيتفرجوا على الكوره ولا كأن حاجه تعنيهم. فكان في خطأ دفاعي كبير جوه بالنسبه للنادي الاهلي، وسوء تمركز في كلا الاهداف بالنسبه للنادي الاهلي او اللي دخلت في مرماهم. على النقيض الناحيه الثانيه بالنسبه للهجوم، هجوم النادي الاهلي كان الله اكبر عليه، هجوم كويس، ولكن كان فيه علامات استفهام كبيره جو زي ما قلنا على اسلوب كهربا في اللعب، ازاي بيضيع الفرص دي كلها، ولازم يكون في حل جذري للقصه دي. اما بالنسبه كمان لنقطه ثانيه انا كنت عايز اتكلم فيها، وهي بالنسبه لعمر الساعي. عمر الساعي لاعب كويس جو، متميز جو، احنا شفناه في الدوري الموسم اللي فات مع الاسماعيلي، كان بيقدم اداءات كويسه جو. انت النهارده من ساعه ما جه النادي الاهلي ما بيشاركش بصفه كبيره جو. يعني انت عندك النهارده بيكون في مباريات كتير جو بالنسبه للنادي الاهلي المفروض ان هو يشارك فيها. مش هنتكلم عن افريقيا لان طبعا بالنسبه للاعب لسه ما عندوش خبرات الافريقيه، ولكن في الدوري انت بيجي عليك ماتشات في الدوري بتكون يعني سهل جو ان انت تريح فيها واحد زي امام عاشور، سهل جو تريح فيها واحد زي مروان عطيه، سهل تريح عدد كبير من اللاعبين الاساسيين اللي بيشاركوا بصفه اساسيه، ويلعب واحد زي عمر الساعي علشان تقدر تشوفه في الملعب. عندك النهارده كمان اسلوب اللعب اللي بيلعب بيه النادي الاهلي هو اسلوب هجومي بحت، ولكن لازم يكون في نظر بالنسبه للنواحي الدفاعيه، لان في اخطاء كارثيه بتحصل، وفي الماتشات الكبيره ما اعتقدش ان وضع زي ده ينفع مع النادي الاهلي. انت في ماتش كبير لو اسك ابيجان ركزت النهارده كان ممكن تشيلك 3 و4، كان ممكن النتيجه تبقى في المحصله 4-4، لان انت بتضيع اهداف وبتستقبل اهداف عبيطه جو. فاتمنى ان الاخطاء الفرديه اللي بتحصل سواء من كولر او من اللاعبين، سواء في الهجوم او الدفاع او في خط الوسط او حتى في حراسه المرمى، اتمنى ان الاخطاء دي كلها في بدايه الموسم تعدي بينا على خير ونقدر نتلافاها، ونقدر ان احنا نستحوذ اكتر على كل كوره معانا في الملعب، ونقدر ان احنا نستحوذ على كل المباريات، لان احنا لازم يكون لينا رد فعل اكبر من كده. اتمنى يا صديقي يكون الفيديو ده وصلك. معلش المكان متغير، ولكن انا اضطريت ان انا اصور الفيديو ده عشان خاطرك في شغلي، فيعني اتمنى بس ان هو يوصل لك، واتمنى ان انت تعمل لايك للفيديو ده، وانتظروني ان شاء الله بعد كده في ملعب الاهلي في كل مباريات النادي الاهلي بعد المباراه على طول باذن الله. سلام.